لو الفيديو ده ظهر لك فالفيديو النهاردة ظهوره ليك مش صدفة. يلا نشوف رسائل المانولوجي، رسائل الفلك هتقولك ايه عن حياتك، سواء نصيحة توقع جيد. نشوف ايه اللي جاي لك النهاردة. شايفة هنا معايا كتير من برج العذراء، شايفة كمان قدامي طاقة برج الأسد، يعني طاقة برج الأسد وبرج العذراء وبرج القوس مسيطرة معانا قوي النهاردة. مش بالضرورة، يعني ده هنا طاقات طلعت لنا، مش لازم ان هي تكون على الكل يعني. من الواضح ان كتير جدا منكم في امر انت محتار فيه اول فترة دي، او في قرار انت عايز توصله، خصوصا حاجة بخصوص شخص. المسج بتقولك ان اي حاجات انت عايزها تكتشف لك حول شخص او علاقة او اي حاجة الفترة الجاية هتكون كل الاجابات في ايدك، كل الاستنتاجات هتكون في ايدك. شايفة كمان هنا ان المسج بتقولك على حاجتين مهمين. اول حاجة الثقة، تاني حاجة الجراءة في اتخاذ الخطوات الاولى. فالمسج بتقولك ان الثقة، ثقتك في نفسك، ثقتك في ان الدنيا هتمشي كويسة، هي مفتاح نجاحك في الامر اللي انت بتفكر فيه ونفسك فيه. الحاجة التانية ان انت خليك جريء وابدأ خد الخطوات الاولى. في هنا حاجة انت بتتمناها قوي بس مش بتاخد فيها الخطوات الاولى، فابدأ وهتوصل للي انت عايزه بالجراءة وبالثقة. شايفة كمان ان المسج بتقولك، المسج الاخيرة بتقولك ان ده وقت العطاء وليس الاخذ. يعني الحاجة اللي انت نفسك فيها ازرعها في العالم اللي حواليك. لو انت عايز توصل لهدف مادي طلع صدقة، لو انت عايز توصل لحاجة عاطفية ابدأ ان انت ازرع حب. في ناس حواليك الفترة دي محتاجين لك جدا، فده وقت العطاء، وقت الصدقات، وقت ان انت تكون بتبذل مجهود وتكون مؤثر في العالم اللي حواليك.